القضية حصلت في أحد الفنادق على ساحل كوستاريكا. امرأة عمرها 47 سنة اسمها ماريا لويس لقوها مقتولة في غرفتها. هي اتولدت في 29 مايو سنة 1977 في سان كارلوس في كوستاريكا. هي كانت الأصغر من بين 5 أخوات، وهي كانت أول واحدة تحصل على شهادة جامعية، وحاصلة على درجة ماجستير في طب التخدير والجراحي. وهي كانت طبيبة معروفة كطبيبة تخدير. في عام 2020 اتعرضت لصدمة عاطفية عشان انفصل عنها حبيبها الطبيب اللي اتعرفت عليه أيام الكلية. كمان كان عندها حالة اكتئاب بسبب الانعزال أو الحجر الصحي اللي اتفرض علينا كلنا. فقررت إنها تقضي أجازة نهاية الأسبوع في مكان هادئ على الساحل، وكان يوم وصولها للفندق كان في 18 يوليو، وكان المفروض تغادر يوم الاثنين 20 يوليو. اختارت الغرفة بتاعتها تكون في الطابق الأرضي عشان كان لها مدخلين، لأن كان معاها الكلب بتاعها. فأحد البيبان اللي هو الباب الرئيسي كان على بهو الفندق، أما الباب الخلفي كان على الجنينة، وطبعا بيتفتح بباب إزاز جرار يدوي. أول يوم قضيته عادي زي ما هي كانت مخططة له، وتاني يوم خرجت مع كلبها وتمشوا على البحر وقعدوا ياخدوا صور تذكارية وبعتتها لأصحابها. وبالليل طلبت من الروم سيرفيس يبعتوا لها زجاجة نبيت وزجاجة مية وكاستين. وتاني يوم كان المفروض الاتنين كان المفروض تفطر الساعة 8، وبعد كده تمشي من الأوتيل وتروح تبتدي عملها يعني في سان خوسيه. بس طبعا ما حضرتش الفطار، فموظفين الفندق مرضوش ان هم يزعجوها، افتكروا انها عايزة تنام فترة أطول. بس لما جت الساعة 12 ومفيش حد أو هي ما ظهرتش، فأحد موظفين الفندق خبطوا على غرفتها، بس ما فتحتش، بس سامعين صوت نباح الكلب من جوه. فقلقوا، يعني لو هي نايمة أكيد هتصحى خبطوا على صوت نباح الكلب. فقررت إن هي تلف لموظفة الفندق وتاخد واحدة زميلة لها ويروحوا يخشوا من الغرفة من الباب الخلفي. فلما خبطوا عليها برضو قبل ما يخشوا وما فتحتش، فدخلوا. لما دخلوا الغرفة لقوا في دم في الأرض، وهي كانت نايمة على السرير ملفوفة في الملاية. راحوا متصلين بالإسعاف، فلما الإسعاف جت لقت إن هي متوفية من ساعات قليلة. طبعا الشرطة جت وبدأوا يتحروا. أول حاجة عايزين يشوفوا المجرم دخل إزاي. فالباب الغرفة الرئيسي بيتفتح بكارت إلكتروني، يعني أول ما حد بيستعمل الكارت ده بيبان عندهم في السيستم الوقت والزمن، ولو في حد استعمل الكارت الاحتياطي برضو بيبان. واكتشفوا ان هو الوحيد اللي استعمل الكارت واخر واحد كان ماريا اللي هي الضحية. فكده المجرم دخل من الباب الخلفي اللي هو الباب الجرار اللي هو مش بيتسجل اوتوماتيك في السيستم. بكده عرفوا المجرم دخل من الباب الخلفي. اول حاجة بصوا في الأوضة اكتشفوا ان كل حاجاتها الثمينة موجودة، يعني الجريمة ما كانتش بغرض السرقة. لقوا جنب السرير تليفونها وزجاجة النبيت وكانت مفتوحة وزجاجة المية وكاستين. فأول حاجة استنتاج جاي على بالهم إن في حد كان سهران معاها، وإن هما بقى مثلا اتشاجروا ولا حصل حاجة ما بينهم وانتهت إن هو تخلص منها، بدليل إن كان في كاستين، يعني أكيد في حد تاني كان معاها. لكن الفكرة دي استبعدت تماما، لأنهم عرفوا من المقربين إن هي جت الفندق عشان تغير جو، لأنها لسه كانت منفصلة عن حبيبها، وإن مفيش في حياتها أي علاقات أخرى، وإن كاس النبيت أو الكاستين كاس للنبيت وكاس للمية. فاستبعدوا الفكرة تماما. وبتشريح الجثة لقوا أثر لحمض النووي للمجرم تحت ضوافرها، وكمان كان في علامات عض على وشها وعلى صدرها، وكان في كدمات في وشها طبعا نتيجة ضربات قوية، وفي بصمات إيد على كاحلة، وكان في أثر خنق على رقبتها، وكمان كان في إصابات نتيجة اعتداء وحشي من المعنى اللي انتوا عارفينه. وطبعا وجدوا سائل خاص بنتيجة الاعتداء الوحشي اللي تم عليها. وسبب الوفاة كان إصابة في الرأس والرقبة. الطب الشرعي لقوا إن الحمض النووي اللي كان من آثار العض على جسد ماريا بيعود لماريا نفسها، ولأن في استحالة إن في حد ممكن يعض نفسه من خده، فاستنتجوا إن المجرم غسلها وبعد كده أخد من لعابها وحطه على مكان العض عشان يضلل طبعا
الشرطة وعشان يغطي لآثار الحمض النووي الخاص بيه، وإنه لقوا إن آثار العض كان بيرجع ل3 أشخاص، لأن بصمات الأسنان كانت مختلفة، فكده 3 أشخاص اشتركوا عشان يتخلصوا من ماريا، بس في واحد بس اللي عمل اعتدى عليها. القضية كانت قضية رأي عام، سببت ضغط على الشرطة عشان يوصلوا للمجرمين بسرعة يعني. دوروا في سجلات الكاميرات اللي موجودة في الأوتيل، بس طلعت كلها معطلة، وده لأن الإشغال في الفندق كان معدوم بسبب الحجر الصحي. حتى العاملين في الفندق كان مستغني عنهم صاحب الفندق، واحتفظ بعدد محدود منهم على أساس إن مفيش شغل يعني. اللي كانوا مقيمين في الفندق 4 من ضمنهم صاحب الفندق. العاملين مش معروف عددهم كام لأنه ما تحققش معاهم خالص. صاحب الفندق رجل أعمال هولندي اسمه هاري بودن. وقت الجريمة كان عنده 69 سنة. هو اتنقل للولايات المتحدة في السبعينات، اشتغل في فندق هيلتون واترقى في منصبه وبقى مدير في خلال 10 سنين. وفي خلال 10 سنين دول كمان بقى مدير للنادي الصحافة اللي بيعتبر مركز لالتقاء السياسيين والرؤساء وأصحاب النفوذ وجميع VIP من جميع أنحاء العالم. يعني بتتم صفقات والعلاقات كلها بتتم في خلال النادي ده، وكونه كمدير بقى عنده علاقات من خلال النادي ده، وبقى عنده عقارات في بلاد كتير، من ضمنهم العقار اللي يمتلكه اللي هو الأوتيل اللي كانت حصلت فيه الجريمة. كان عايش مع شاب اسمه دانييلو بصفة زوج. النزيل التاني اسمه تيودور مارتينيز، عمره 38 سنة، كان صديق لصاحب الفندق اللي هو هاري. اتعرفوا على بعض من سنة، كان بيشتغل هناك كمتعري اللي هو تيودور. هاري طلب منه ان هو يقيم عنده في الفندق وان هو يشتغل في الفندق، بس ما قالوش ان هو بيشتغل ايه، يعني ايه العرض اللي عرضه الواحد بيشتغل متعري، وهل النادي ده برضو ألوان ولا ايه، مش ما تبينش. المهم لما الأوتيل كان نسبة الإشغال بتاعته 0، فعرض عليه إن هو يشتغل، إن هو يعمل مشاويره الشخصية والمهام الخاصة الشخصية وأعمال الصيانة الخاصة بالفندق. وده كان أو المتهمين الرئيسيين في القضية، لأن الكلب والبوليس اللي لما جاء وداهم لغرفته لقوا فيه خدوش في وشه وفي ظهره، وكان فيه آثار دم على حذائه، بالإضافة للحمض النووي اللي كان موجود تحت ضوافر ماريا اللي سببت في خرابيش الموجودة في جسمه. طبعا اعتقل واتحبس لمدة 6 شهور على ذمة القضية لغاية ما تنتهي التحقيقات، لأن زي ما أنا قلت إن هم شاكين يكون في 3 متهمين مشتركين في التخلص من ماريا نتيجة وجود آثار العض المختلفة من بعض، يعني بصمة الأسنان. يعني بعد 5 أيام من وفاة ماريا تطابق بصمة أسنان المشتبه الثاني مع آثار العض الموجودة على جسد ماريا. اسمه لويس كارلوس، عنده 36 سنة، هو برضو صديق لصاحب الفندق، وبيشتغل أخصائي علاقات عامة لصاحب الفندق لما بيكون عنده إشغال في الفندق، ولما بيكونش موجود إشغال وطبعا ما بيبقاش له عمل، وبرضو نازل على حساب صاحب الفندق الغرفة مجانا. اتهم يعني بالاشتراك في الجريمة نتيجة تطابق عينة بصمة سنانه مع أثر العض، وبرضه اتحبس لمدة 6 شهور لغاية ما تنتهي القضية. بعد شهر من الجريمة الشرطة اعتقلت المتهم الثالث اللي هو مين؟ صاحب الفندق، وسبب برضه الإدانة تطابق بصمة الأسنان مع أثر العض الموجودة على جسد ماريا، بس اتحبس تحت الإقامة الجبرية في منزله لأنه كان مريض كانسر، حطوله في كاحله الجهاز المراقبة. وبالتحقيق مع الشاب اللي هو كان عايش معاه نفى ان هو ممكن يكون صاحب الفندق متورط في الجريمة، وقعد يقول لهم بقى اللي حصل يوم الجريمة، ان هو صحى بدري كان ما هم متعود كل يوم ان هو بيصحى بدري بيساعد صاحب الفندق اللي هو هاري بودن، وبيساعده ان هو ياخد حمامه وان هو يلبس هدومه، وبعد كده بيخش ينام شوية ويصحى على الساعة 12
أكل وبعدين راح مكتبه في الفندق عشان كان عنده شغل خاص بالتنظيم ويب سايت للفندق عشان يحسن من إشغال الفندق. وبالليل قعد على حمام السباحة وشرب مع كارلوس ومارتينيز المتهمين، وبعد كده راح الغرفة ونام. وصحوا على صوت التليفون هو وهاري. كان في حارس الفندق أو حارس أمن الفندق اتصل بيهم وبيبلغهم فيه إن مارتينيز سرق بعض زجاجات البيرة. الكلام ده كان الساعة 1 الصبح. زجاجات البيرة اللي كانت موجودة في البار الأوتيل. فراحوا يدوروا عليه لقوه ماشي في طرقات الأوتيل أو ممرات الأوتيل، وماشي لابس شورت وماسك إزازة البيرة وصدره عريان مش لابس حاجة من فوق. فطبعا هاري اتنرفز وأخد منه زجاجة البيرة ورماها في الأرض وقال له روح أوضتك وبكرة دورلك على مكان تعيش فيه. وبعد كده رجعوا غرفتهم وكملوا نوم. ودي الأحداث اللي حصلت يوم الجريمة. يعني بشهادته إن هو كان متواجد معاه طول الوقت، يعني ما كانش سابه في فترة ورجع، لا كانوا متواجدين مع بعض طول الوقت. فدي إثبات إن هو ما كانش في مكان موقع الجريمة يعني. إن غريب إن مفيش حد من موظفين الفندق سمع أي صوت من أما حصلت الجريمة يعني، بس قالوا إن هما سمعوا صوت نباح الكلب بس. والغريبة إن الكلب ما كانش فيه عائق بالنسبة للمجرمين، يعني إن هو ولا عضهم ولا أي حاجة. حاجة غريبة يعني، ما ذكروش حتى أي تفاصيل خاصة بالكلب. في نهاية 2021 هاري باع الفندق اللي هو صاحب الفندق، لأنه كان عنده أزمة مالية عشان يدفع للمحامي الخاص بالقضية اللي شغالة دي. وأصحاب الفندق الجدد رفضوا إن هو يقيم معاهم في الفندق، فاضطر إن هو يروح يسكن في مكان خاص بيه ويبلغ مكتب المدعي العام إن هو ساب الفندق وهيعيش في مكان تاني. لكن هم اعتبروه إن هو بيخطط للهروب من البلد، فشالوا عنه جهاز المراقبة ووضعوه في مستشفى السجن. بس صاحب الفندق ما كانش عاجبه الإقامة في مستشفى السجن، وبيقول إن هي دون المستوى وإن ما فيهاش الرعاية الكافية. شكله فاكره إن هو رايح يتعالج على حساب الدولة. المحكمة بدأت في سبتمبر 22. مكتب المدعي العام اتهم مارتينيز بأنه هو المتهم الرئيسي عشان في بقى كل الأدلة ضده: وجود الخرابيش، الآثار الحمض النووي تحت ضوافر ماريا، السائل الخاص بيه نتيجة الاعتداء اللي حصل عليها، أثر دم كان موجود في حذائه في الخارج والداخل، واستنتجوا إن هو كان ماشي حاف، فعشان كده في بصمة دم موجودة في الحذاء من الداخل. كمان كان في آثار دم على ساعته وعلى تليفونه. أما محامي هاري بودن كان قدم طلب التماس بنقل موكله للإقامة الجبرية في منزله عشان حالته الصحية، لكنه تم رفض الطلب. واتأجلت المحكمة كذا مرة عشان كان في عدد كبير من الحضور من الصحفيين ومن الناس، يعني لأنها جريمة كانت رأي عام يعني. النيابة قدمت تصور الأحداث الجريمة إنه في وقت متأخر من ليلة 19 يوليو صباح 20 يونيو المجرمين دخلوا من الباب الخلفي للغرفة اللي هو الباب الجرار، وهاجموها وهي كانت نايمة وحطوا إيديهم على بقها. وده عشان كده ما موظفين الفندق ما سموش أي حاجة. بعد ما خلصوا عليها نقلوها في البانيو ونضفوا كل الآثار اللي حصلت على جسدها. وبعد كده نقلوها السرير، ونقلوا أو أخدوا من لعابها وحطوه على مكان العض ولفوه في ملاية السرير عشان طبعا يداروا كل الحمض النووي الخاص بيهم. طبعا كل متهم كان له محامي الخاص بيه. محامي هاري ادعى أو قال يعني إن هو موكله عمل عملية جراحية في ركبته قبل الجريمة بوقت قصير، وإن هو كان عنده صعوبة في المشي. فده دليل إثبات إن هو بريء، إن هو استحالة إن هو يقدر يشارك في الجريمة إذا كان هو عنده صعوبة في المشي، فإزاي هيقدر يعمل كل الحاجات اللي حصلت في الضحية دي. فده كان الدفاع يعني، وده الإثبات إن هو بريء. وطلبوا استشهاد بخبير في تقويم الأسنان
عشان يطابقوا بصمات سنانه مع بصمة العض، آثار العض الموجودة على جسد ماريا. بس الخبير ده كان خارج البلاد فتم تأجيل الجلسة. أما المتهم التاني فالمحامي بتاعه طلب إن هو يجيب متخصص في تقويم الأسنان من مدريد. خبيرة الأسنان الأسبانية قالت إن علامات الأسنان ده مش دليل كافي، كان المفروض إن هي شهادتها تستمر لمدة يومين، لكنها رجعت أسبانيا بعد يوم واحد لأنها شعرت بالخوف لأن مكتب المدعي العام شكك في كفاءتها العلمية وكان عاوز يقدمها للعدالة لأن شهادتها الجامعية غير معتمدة كخبيرة في كوستاريكا، وبالتالي كان حضورها غير قانوني كخبيرة، يعني ما خدوش بشهادتها. وزارة العدل والسلام قالوا أو استنتجوا إن الجريمة دي مش ممكن يكون ارتكبها شخص واحد، يعني لازم تكون أكتر من شخص. طبعا المتهمين الثلاثة مفيش حد فيهم اعترف بجريمته. محامي المتهم التاني كارلوس شكك في الإجراءات القانونية اللي اتخذتها السلطات القضائية وإن في خطأ في الإجراءات وإن السلطات المفروض كانوا يقروا عليه حقوقه قبل ما ياخدوا منه العينة. أما المتهم الرئيسي قال إن هو كان على علاقة حميمية معاها وعشان كده كان في الحمض النووي الخاص بيه. أما صاحب الفندق اتضح إن هو عمل عملية في نفس العيادة اللي كانت بتشتغل فيها ماريا، بس مفيش دليل إنها اتقابلت معاه أو يعرفوا بعض. وهو نفسه قال إن هو ما يعرفش حتى إن هي كانت نازلة في الأوتيل إلا لما عرف إن هي اتقتلت. هما سألوه عن الكاميرات ليه مش شغالة، قال لهم إن هي في مشاكل مادية عشان نسبة الإشغال في الأوتيل انعدمت بسبب الحجر الصحي، وإن الكاميرات كانت شغالة وبدأت تقل جودتها إلى أن تعطلت. حتى كمان كان عنده مشاكل في الكهرباء، يعني دليل إن هو مش معطلة عن قصد يعني. طبعا المتهمين التاني والتالت اللي هو صاحب الأوتيل وكارلوس كان الاتهام أو الدليل الإدانة الوحيد كان عضة الأسنان. بالنسبة لكارلوس عشان في خطأ في الإجراءات وإن هما ما قروش عليه حقوقه قبل ما ياخدوا منه العينة، فكده أخد براءة لأن الخطأ في الإجراءات. أما هاري فكان في صعوبة إن هو يتطابق بصمة أسنانه أو بصمة طقم أسنانه مع بصمة عضة السنان الموجودة على جسد ماريا، ولأن الطب الشرعي أخطأ إن هو ما أخدش عينات من جميع العاملين في الفندق وإن هو ما أخدش استجواباتهم وإن هم اكتفوا بالثلاثة المتهمين الأوائل، فكده خطأ في الإجراءات وخطأ من الطب الشرعي فسد اتهام المتهمين اللي هو التاني والتالت. أما الأول فكان عليه كذا دليل فهو كده ثبت عليه التهمة. ففي أبريل 23 اتهم بقتل ماريا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لمدة 50 سنة. طبعا المتهمين التانيين أخدوا براءة. بس في أكتوبر 2023 كان في قضية استئناف ضد هاري من مكتب المدعي العام. حاولت ممثلة مكتب المدعي العام إقناع القضاء بأن استخدام بصمة الأسنان كدليل إدانة للمتهم التاني والتالت، بس هي فشلت في إقناع القضاء. بس في الوقت ده كان هاري بودن كان سافر لهولندا لأن ما فيش سياسة تبادل مجرمين ما بين هولندا وبين كوستاريكا، وكده هو فلت من العقاب للأبد حتى لو اتفتحت القضية مرة تانية. اللي مش فاهماه في القضية دي إن واضح إن المجرمين من نوع الألوان، إيه اللي خلاهم يعتدوا عليها؟ تاني حاجة أنا حاسة أو استنتجت إن المتهم الأول اللي اعتدى عليها اللي هو تيودور والتانيين بس اشتركوا في اللي هم عضوها. هل هو أجبرهم عشان يبقى في دليل إدانة ضدهم لو هم اعترفوا عليه فيبقى كده يقول إن هم كانوا معاه يعني؟ طب يعني كانوا أجبرهم ولا إيه بالظبط؟ أنا مش عارفة يعني إيه سبب أو إيه ليه اشتركوا في الجريمة، لأن المعتدي واحد بس، فأنا مش فاهمة. فالمهم أشوفكم على خير القضية الجاية. سلام.